شوف هاي الفكرة، هاي التقنية راح تغير عالم الرياضة للأبد، لأنه اللي تشوفه مو لعبة فيديو، هاي لقطات حقيقية، اللاعبين حقيقيين بملعب محترف. بس الشيء الجنوني هو زوايا الكاميرا الغريبة. هاي التقنية الجديدة تخليك تتابع المباراة من أي مكان يعجبك داخل الملعب، فإذا أريد أقعد ورا الهوم بليت أقدر أخلق زاوية تصوير خاصة بي. تخيل تشوف قتال الMMA من داخل القفص ومن زاوية المقاتل المفضل عندك. فهاي التقنية راح تغير تماما طريقة متابعتك للرياضة. فيمكن تساءل شلون هذا الشيء ممكن؟ واضح إنه هاي اللقطات مو طالعات من كاميرات عادية، فهنا يجي الابتكار. هاي تقنية جديدة كليا تعتمد على الذكاء الاصطناعي، صممتها شركة أكتورس. بس شلون تشتغل؟ هذا هو الشيء الجنوني. يحطون كاميرات بكل زوايا الملعب، كلهم يصورون سوا حتى يخلقون نسخة رقمية ثلاثية الأبعاد على برنامجهم، يعني كأنهم يستنسخون الواقع بس بعالم رقمي. وهالشيء يخليك تكبر تصغر تغير الزاوية على مود تشوف المباراة من أي مكان تريده داخل الملعب. يعني هالشيء راح يفيد صناع المحتوى، لأنه كل واحد راح يقدر يسوي عرض خاص به للمباراة من الزاوية اللي هو يختارها، لأن احنا حاليا نحصل نفس زاوية التصوير من الشبكات الكبرى، بس بالمستقبل راح يصير عندنا عدد لا نهائي من الزوايا وبأي مكان بالملعب. التقنية حاليا متوفرة بس للإعادة والهايلايت بعد المباراة، بس خلال السنين الجاية الشركة مصرحة انه راح يوصلون لللايف. فايش رأيكم؟ هل هذا راح يأثر على حضور المشجعين داخل الملعب؟